الامر متروك ليكم انتوا بقى. لكن انا راجع اعمل سبيسات، لو اعمل سبيس اقعد فيه لوحدي واقول قصهم السيسي فيه، ما عنديش اي مانع. وطبعا انا بحذر لجان السعوديه، اي ابن كلب واطي خنيس ابن عاهره تابع لمركز اعتدال ولا لابن سلمان، اي ابن شرموطه هلمحه في تويتر في غرفتي هطلع دين ام سلمان ودين ام ولي عهده ودين ام السعوديه كلها الا من رحم ربي. اهو ده تحذير ليكم يا ولاد دين الكلب يا كفار، انتوا كفار برضك، بس انا سايبكم لمرحله اخرى، فاستغلوا طيبه قلبي وتركيزي مع السيسي. اللي هملمحه همرجح سلمان ولي عهده، اللي هلمحه من كلاب اعتدال عندي على البث همرجح سلمان وولي عهده، هنقل من عالسيسي على دين ام سلمان الكافر ابن الوسخ. من الاخر يا اولاد الشرموطه اهو، انا ما بستعطفش حد، ده امر من مولاكوا بهجت صابر يا اولاد الكلب يا خراف. اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية يا اولاد الكلب يا وساخ. اما الخولات لسه ما حدش عامل ريتويت، ما حدش ولا عامل لايك للبث ولا عامل ريتويت. خليكم معرصين ما تزعلوش مني يا اولاد الوسخه. الناس اللي على تويتر دول انتوا ولاد وسخه على فكره، معايا ولا ضدي؟ انت ابن وسخه. عشان لما يطلع واحد يعمل سبيس ولا يعمل فيديو ويقول السيسي كافر فيه وانت ما تدعموش تبقى ابن وسخه. اصل انت الفاظك برضك تبقى ابن وسخه. عشان لما اجي هنيك دين ام السيسي الكافر ابن دين الكلب هنيك واقول له ايه يا اولاد الوسخ؟ هقول له ايه يا اولاد الشرموطه؟ انت قاتل يا سيسي؟ انت فاجر يا سيسي؟ ما انتوا اولاد الكلب عمالين تقولوا كده بقالكم 100 سنه على دوله العساكر والحكام ولاد دين الكلب الكفار. عملتوا ايه يا اولاد الكلب؟ يلا عن ابوكوا كاتكم القرف، شعوب بنت مره وسخه ذليله. انتوا الشعيب فعلا اللي انا بقول فيها عيب تقول اللي بيغتصبك كص امك. يعني انت يا ابن الشرموطه بيكون حاطط زبره في كسك وكس مراتك وطيز امك وطيز ابوك بيغتصب فيكو، وعيب تقول له كص امك. لا 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 لا، سيبه، ما تزعجوش ما تزعجوش لحسن تخصيه ولا تجرح زبره وهو بيحطه في طيزك وفي كسك. سيبه ينيكك، سيبه يقتلك، سيبه يطلع دين امك ودين ام ابوك. عيب تقول له كص امك، عيب. احنا الشعوب بنت المرة الوسخة المنبطحة التي تستحق، والله تستحق اكثر مما يحدث لها الان. والذي رفع السماء بلا عمد انتم تستحقون اكثر من ذلك لانكم كلاب شراميط. هانت عليكم أنفسكم ودينكم ووطنكم وأولادكم وآدميتكم فألقيتموها في زرائب العساكر والأمراء والملوك ولاد الكلب الكفار، وسايبينهم ينكحوكوا ويطلعوا دينكوا ودين أبوكوا. ولا حياة لمن تنادي وكأنكم موتى يا أولاد الوسخة. ولما يطلع واحد يحاول يبصرك، طب ما انا يا اولاد الشرموطه بقول لكم السيسي كافر من 13 سنه. لسه ناس تقول لك ياه ياه ايه هو كده لسه واحد بيقول لك هو كده بيعجل بنهايته بعد تصريحه الاخير ده للكفار اللي كانوا واقفين، ده كده بيعجل. احا انت لسه بتفكر حد يجي يسقطه؟ بدل ما تقلعوا الجزم والبلغ وتضربوا وشكم وتلطموا، لأنكم أنتم من قتلتم من قتل السيسي، أنتم من قتلتم أهالي غزة بسكوتكم على العجل ابن الكلب الواطي البلح الخنيس الخسيس. لأنكم لو أيقنتم الحق واستغليتم اللحظة لأسقطتم السيسي في أيام معدودة.
مع بداية الانقلاب العسكري، لكن ارتضيتم الدنية في كل شيء ودلستم على الناس دينهم ودنياهم. فانتظروا عذاب من الله لا قبل لكم به. والله ما يحدث الآن في مصر ولا حاجة جنب اللي جاي، والله العظيم ما يحدث في مصر من شقاء وفقر وحاجة وطحن وقلة حريات واستعباد، والله ليس بشيء جنب القادم والذي رفع السماء بلا عمد أسوأ وأسوأ. ده طالع ابن دين الكلب الكافر الملعون عدو الله ورسوله لو كانوا من الكافرين، هو وأسرته كلها الشرموطة. يحدثنا عن دين الإسلام من 1400 عام أنه هراء. هل كان هناك هراء عند رسول الله ولا عند صحابة رسول الله ولا في دولة سيدنا أبي بكر ولا دولة سيدنا عمر؟ احنا عاوزين نعرف يا ولاد الشرموطة. وبيطالب ولاد المتناكة العمم على رمم مدعين الإسلام الكفار الملاعين المداخل لعنهم الله في كل زمان ومكان بأن يحاربوا الدين، بأن يتركوا الناس وحرية الاعتقاد. وكأن يا ولاد يا ابن المتناكة احنا عاملين ختم بالنار لأي واحد بيقول أنا مش عاوز الإسلام أو أنا مش مسلم. بقى أنت يا ابن الشرموطة عمال تنشر الفسق والفسوق والكفر والعصيان والحرب على الله في كل وقت أتيت أو حكمت فيه. أتيت بالكمت والممت والكفار، أتيت بعبدة الخشبة مزدرين الأديان، أتيت بالملاحدة وصنعت لهم كيانات بتصرف عليهم ملايين الدولارات ولا عشرات الملايين من الدولارات. وعندما يأتي الأمر يتعلق بالإسلام تأتي الحرب. احنا عاوزين الإسلام الوسط اللي بيرقص على 1.5. احنا عاوزين الإسلام اللي ناخد منه الحتة بتاعتنا بس، وأطيعوا وأولي الأمر منكم. اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم. طب فسر واولي الامر، فسرها صح يا ابن الوسخه. لا 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 لا، هي طاعتك لله، طاعتك لولي الامر هي طاعه لله. مهما يفعل ولي الامر فهو اله مع الله. هو ده اللي بينشروه يا اولاد الكلب يا واطين. اهلا وسهلا بكم في بث جديد وحلقة جديدة. كيف ننكح الكافر الملعون عبد الفتاح السيسي؟ كيف ندافع عن المؤمن الموحد عبد الفتاح السيسي؟ إن كنت من كلابه، من عماله، من جيشه، من شرطته، من قضائه، من مؤيدينه، فاطلع دافع عنه. وإن كنت من أعدائه، من أتباع الله، من مؤمنين، من الذين يؤمنون بالله ورسوله ويدافعون عن دين الله ويحاربون أعداء الله، اطلع وقول رأيك. مش عاوز تعريس النهارده، لا مع اللي ضد ولا مع اللي مع. تمام يا حلوين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تقول في كفر السيسي يا أستاذ؟ ده أنا بكلم على الكفر مش على الخول والمعرس يا أستاذ. اتفضل يا ابن الكلب. أنا أتحدث الآن عن كفر السيسي. هل السيسي كافرا يا ابن الكلب يا واطي أم لا؟ إيه اللي جاب خول ومعرس يا ابن العاهرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني سألت أمك سؤال تقول لي لا السيسي مش كافر. أنت اللي كافر. نحن نتحدث عن الكفر يا ابن الكلب يا واطي، مش عن مين المعرس ومين اللي بياخد فيها يا ابن الكلب. ادي اول محاولة للي جنب بنت الوسخ. عدوا عشان همنع ميتين ابوكوا. اي ابن وسخ هيطلع يقول كلمة في حق السيسي هعمل له بلوك. اخر ما هزهق منكم يا اولاد الشرموطة.
يبقى انتوا كده هتضيعوا على نفسكم الفرصه. استغلوها يا ولاد الكلب. ممكن نتكلم على امك قبل ما نتكلم عن تيران. اي ابن كلب واطي هيطلع ياخد البث بعيد عن كفر السيسي وكفر جيشه وشرطته وقضائه ومؤيدينه ومن لا يكفرهم، هعمل له بلوك. اي ابن كلب واطي معايا ولا ضدي هيطلع ياخد البث بره عنوانه كفر السيسي، هعمل له بلوك، يروح يدور له على حساب تاني ويجي. تمام؟